الخوف من الرفض مخليك تسيب فلوس من حقك كل شهر. الخوف اللي مخليك قلقان تطلب زياده في المرتب او حتى ترقيه من حقك. اديني اقل من دقيقه واشيل من دماغك الخوف ده. ركز معايا. انا كنت مكانك، كنت بخاف من كلمه لا، والحقيقه ما كنتش بخاف من الكلمه نفسها، كنت بخاف من الاحساس اللي بعدها. خليني افهمك حاجه كان نفسي حد يقولها لي من زمان. الرفض مش فشل، الرفض دليل انك كان عندك الشجاعه تحاول. كل لا بتقربك خطوه من تترفض، راجع نفسك، عدل، قوم تاني. ما تاخدش لا شخصيه، خدها فيدباك، معلومه تعرف بيها سبب الرفض عشان تشتغل عليه لما تحاول المره اللي بعدها. صدقني الخوف اللي في دماغك مش حقيقه، ده وهم عقلك بيخلقه عشان يثبتك مكانك، فما تحاولش اصلا. خليك عارف قيمه نفسك وشغلك، ما تستناش اللي قدامك يبقى لابس نظارتك ويقدر او يعرف احتياجاتك لوحده. والحقيقه اللي ممكن تزعلك، انت سبت فلوس على الترابيزه كانت من حقك، وحد تاني هيجي ياخدها بس لان عنده الشجاعه يطلب. اسمعني في الجمله دي كويس. انت ما عندكش السلطه تجبر اللي فوقيك يديك حاجه، بس عندك السلطه الكامله تفتح الباب، تسال ايه اللي ممكن يتعمل، او تشوف مكان تاني يقدرك احسن. مش عيب لو الرفض مخوفك، اللي المفروض يرعبك بجد انك تفضل واقف مكانك. اخر حاجه افتكرها، لو خفت من الرفض كده كده مفيش فرصه، لكن لو حاولت باب الفرص دايما مفتوح. وعشان تبني عقليه بتعمل فلوس، خلي دي مش اخر مره تشوفني.